باشمهندس خالد، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ايه الحكايه؟ العربيه دي خدت، كان العميل ماشي بيها خد مطب، كسر الصدر والراديتير والكارتيره الزيت، بس الحمد لله هو خد باله يعني، فوقف مكانه ما اتحركش بالعربيه، مفيش حاجه اثرت في الموتور. حلو قوي. هو كده كده برضو الفتيس، يعني هو كارتيره الفتيس هي اللي اتكسرت صح؟ لا، كارتيره الموتور مش الموتور. الفتيس. هو الفتيس ما فيهوش حاجه الحمد لله. بعدين ايه اللي حصل؟ بس حلينا جابها لي على ونش طبعا. تمام. حلينا الكارتيره، فوريتها له اصلا، وريت له الكارتيره قبل ما احلها، وعرضت عليه ان احنا نلحمها بس. هو تمام. قرر ان احنا نغيرها افضل، وده الاختيار الصح يعني. النوع اهي، ده الكسر اللي فيها. كان ممكن يتلحم. كان ممكن يتلحم، بيتلحم ليزر. وكان في كسر برضه في الراديتير، والصدر مكسور خالص بقى. الصدر مكسور خالص للاسف. بس طلعنا الموتور، هنغير الكارتيره والصدر والراديتير تمام، ركبوا الجداد، بس هنركب الموتور وخلاص. عامله كام الشغلانه دي؟ الكارتيره بتعمل حوالي 4.5. افتر ماركت برضو؟ افتر ماركت والراديتير والصدر عاملين برضه حوالي فرنج ال 4000 جنيه الاثنين. يعني كله 6000 ونص؟ لا 8 ونص. 8 ونص؟ ده غير المصنعيه؟ غير المصنعيه. يعني بالمصنعيه هيبقى كام؟ يعني مثلا فرنج ال 10 ونص مثلا. 11. زعلان انت من موضوع الاسعار؟ لا لا لا. طيب 10 ونص 11. طيب والموضوع ده لو في التوكيل يكلفه كام؟ لا، هي الكارتيره اصلا اكتر من كده، سعر الكارتيره بس لوحدها فوق المعديه ل 13 كمان لوحدها. بس. طب ايه الحل عشان خاطر ما يحصلوش المشكله دي تاني؟ هو افضل حل ليها يعني اللي بيشيل نسبه الصدمه ديت بنسبه 70% المصفحه، من 70 ل 90% يعني. تمام، من 70 ل 90% مصفحه. كان على الاقل خالص كانت هتحمل الكارتيره خالص، يعني بنسبه 100% الكارتيره ما كانتش هتتكسر. في حد بيجي لك متدشمل كده وهو مركب مصفحه؟ لا خالص، ممكن الصدر يتكسر، الراديتير يتكسر، لكن الكارتيره لا، مستحيل. النسبة كام في المية بيجي لك والصدر والراديتير بنسبة 70% وهو مركب مصفحة؟ بنسبة 70%، من 70 ل 80% يعني. لا 70 و 80% مش مركب ولا مركب؟ لا، مركب مصفحة. مركب مصفحة وبيكسر ال بس ده بيكون حاجة جامدة قوي يعني، مش مطب صغير او حجر، لا بيكون حاجة كبيرة دخل بيها مثلا في رصيف. والباقي مش مركب، يعني 30% مش مركب؟ لا العكس. 70% يعني هي مش مركب. المصفحه بتحمي الصدر بنسبه 70%، يعني 70% من اللي ركبوا المصفحه يعني 30% هم اللي مش مركبين. بالظبط، صح كده. هو كده انا فهمت مظبوط. طيب يعني انت تنصح اللي هو يركب المصفحه عشان يحمي افضل حل يعني بصراحه، يعني على الاقل لو يحمي، هو بتحمي الكارتيره 100%. محدش بيجي لك العربيه بتسخن بسبب المصفحه دي؟ لا خالص. المصفحه عندك نوعها غالي شويه، بس نوعها كويس. افضل؟ افضل. في انواع في اقل، في 1.4 من 10 مللي. انا عارف. ايه بكام المصفحه عندك؟ المصفحه عندي ب 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ اصلا سمعت ارقام اقل، حوالي 1000 ونص مثلا. في ب 1400. اللي عندي هي نفس هي بتاعت التوكيل بالظبط. التوكيل بيها 3600. صح. بس هي الفرق فيها اللوجو بتاع ام جي بس. انا فعلا هي فعلا شبهها وشكلها محمل عن الثانيه. بالظبط. يعني هي بتستحمل عن الثانيه صح؟ بتستحمل طبعا، وما بتصديش خالص، واخده فيها ليها طبقه كده ما بتصديش. طب ما بتجيبش رخيصه ليه؟ مالهاش لازمه. شكرا يا هندسه، ربنا يستر طريقكم. سلام.